السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الحلوانية في كل مكان، متابعين الكرة مع حلاوة، أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا جاي النهاردة أتكلم على مباراة الأهلي والوداد. عاوز أقول كلمتين قبل ما أخش في أجواء المباراة. أخويا وحبيبي وصديقي السوداني، أنا آسف، زعلت مني؟ أنا كلمت حضرتك مليون مرة وقلت لك أنت جاي تلعب مين؟ أسد أفريقيا، بابا الشغلانة، بس انت ما خدت بالك. بس زي بعضه الغلط عندي عندي ان انا دخلتك في الماتش ده وانت عامل نفسك راس براس، راسك براس الاهلي. يا حبيبي اسأل التاريخ قبل ما تسأل اي حد. انت جاي استاد القاهرة، مقبرة الغزاة، وكمان مقفلينهولك النهارده 50,000 مشجع، عليا كذا دول 190 مش 50. احنا ضحكنا عليك حبيبي السوداني. فاني اسف قبل ما اخش في اجواء المباراة اقول لحضرتك اتكيفت يا معلم، اتروقت كده عشان خاطر بس ما تجيش بعد كده تقول الاهلي ومش الاهلي. تحظك ماتش الذهاب كنا جايين من كاس عالم وريال مدريد وبتاع حاجات كده انت تسمع عنها في التلفزيون بس على القناه المتشفره دي بتاع بين سبورت، انما غير كده انت ما بتسمعش في اي حته تاني. كنت بلعب الناس دي انا فجاي لك مرهق بقى وبتاع وقرفان من الملعب وقرفان منك وقرفان من الاجواء بتاع افريقيا، فضحكت عليا انت كده وخدتني على الرايق 1-0. جيت بقت ايه تصريحات وخد عندك وهذا الجمهور وانا لاعب قدام ابنجي مدرب الهلال بيقول لك انا محضر الفرقه قبل الماتش واحنا نلعب قدام، لعبنا في تنزانيا قدام ملعب متقفل ولعبنا مش عارف ايه. جه النهارده اول ما خد الثلاثه راح داخل على الاعلام قال لهم انا اسف، انا الجماعه دول ما كنتش اعرف ان هم عندهم جمهور بالشراسه دي، ونحب نشكر الدوله ونشكر الناس اللي دخلت لنا الجمهور ده، ويا ريت يا ريت بتمنى من كل قلبي ان الملعب يكون متقفل، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد، احنا الكره للجماهير. فعشان ما اطولش عليكم كان في كلمتين محشورين هنا وانا قلت مش هقولهم في ما قبل المعركه، لما الدنيا تخلص افرشكم عليهم. شعار الاهلي تقيل، النسر ده مش من فراغ، 10 افريقيا و10 نجوم والله ما من فراغ، اكيد وراهم اداره قويه وجمهور يتفات له بلاد، جمهور الحديد. تعالى بقى نخش على مارسيل كولر وحلاوه مارسيل كولر وجمال مارسيل كولر النهارده. انا كنت متخيل في لقاءاتي وفي اللقاء اللي فات ان هو هيلعب ب 4-3-3، اللي كان وجهه نظري يعني ان احنا نامن السرعات، ان هم نفس اللي توقعته. الهلال كان بيعتمد على ليبو ومحمد عبد الرحمن وياسر المزمل في بعض الاوقات، فصاحبنا راح منزل ايه؟ منزل الناس اللي هي رايقه كوره. عمرو السوليه بيمسك كوره كويس، ومروان يا اخي والله العظيم يا مروان انت من صفقات الزمن الجميل، انت صفقه محترمه. الواد بيلعب بالتيشيرت وبيلعب قدام اول مره 50-60 الف وبيلعب وايه ولكنه بص حاسب اي حاجه خالص، ولكنه اديله 10 سنين في الاهلي. بسم الله ما شاء الله، مروان من النوعيات المبشره والتفكير بتاعه ما بيفكرش مرتين على راي برونو سافيو. ف كولر النهارده عمل التشكيل بتاعه زي ما توقعنا، بقى اختلاف بسيط انه لعب 4-2-3-1 وراح منزل قفشه. كان في مخيلات كولر ان قفشه هيعمل نقل اللعب بين اللعيبه بين الخطوط، عاوز يمسك كرة بقدر الامكان ويعمل نقل لعب، بس قفشه حسبنا الله ونعم الوكيل، عيل يكره الكوره ولا عارف يتحرك بين لعيبه ولا عارف يتحرك بين خطوط ولا عارف يتحرك بين زفت. زهقتنا في الكوره الله يرضى عليك، المفروض تقعد 100 سنه بره انت ما بشوفكش تاني الا في ماتشات القاضيه بس، والحاجات دي تنزل يا وقت والله ما غير القاضيه ان انت بكلمك عليها لحد دلوقتي. نخلينا في الموضوع عشان ما نخرجش بره الموضوع. بيرسي تاو يا جماعه، بيرسي تاو لعيب كبير والله، لعيب كبير. اللعيب ده مشكلته كانت في الاهلي مش اداؤه ولا مستواه، كل مشكلته في الاهلي ان بيرسي تاو كانت اصاباته متكرره كتير، عمل الاصابه يعني يلعب ماتش ويتصاب قدامه ماتشين ثلاثه، يلعب ماتشين ويتصاب ماتش. انما ما حدش يختلف ان بيرسي تاو من امهر اللعيبه على الخط، بل ذكي جدا كمان في الاختراقات من العمق والتحولات من الدفاع للهجوم. ثانيا احمد عبد القادر، انت ناس الكوره، احمد عبد القادر وحش قوي النهارده، كل الحوار فكره انا امتع الجمهور ده بكوبري، متع الجمهور ده مش عارف ايه. يا حبيبي احنا عايزين نكسب، روح على الجون، روح على الجون يا حبيبي. بس بسم الله ما شاء الله كهربا، انت ضيعت كورتين ثلاثه في الاول بس فينش لعيب، استلامه لعيب، فكرتنا اقسم بالله بايام المهاجمين اللي هي ايه، المهاجمين الكويره، وليد صلاح الدين، وكان الخطيب اللي بيتفرج له على ماتشات قديمه كان بينزل الكوره دي ويحطها على طول. بسم الله ما شاء الله عماد متعب، فلافيو، اللي هو المهاجم اللي ينزل الكوره ويعمل اختراقه ويعدي ويحط، ده بسم الله ما شاء الله استلام من العالي تنزل على الارض. شوف كلمه الذكاء بقى،
اي مهاجم غير ده، الكره متنطقه يحط وش رجله ويلا زي ما تيجي تيجي. ده بص لمح الجون متقدم حطها بليسنج تشبه الارتو كده، تروح في البعيده جون. فانا النهارده مبسوط للاهلي والاداء الكويس، ولكن نحط هنا 100 خط. النهارده احنا صعدنا، مش انا كاهلي كجمهور الاهلي اللي هفرح بالصعود. انا راجل ملك افريقيا و10 افريقيا 10، ما فرحش بالصعود على قد ما افرح بالبطوله بتاعتي. انا فرحتي النهارده عشان في ناس عملت راسها براسي وبتقول لي انا اغلبك في قلب ملعبك واغلبك مش عارف ايه، نسي التاريخ. فانا حبيت اعرفهم ان انا الاهلي 3 على الرايق ومضيع يجي 12 انفراد. انت ما شطتش كورتين يا زول على الجون، فزي بعض عشان يبقى الكلام عدل. بس انا فرحتي النهارده مش يقول لي انت بتفرح بالصعود، انا مش بفرح بالصعود، ده انا الطبيعي بتاعي ان انا اصعد. الطبيعي بتاع ملك القاره انه يصعد. ده اللي مش طبيعي ان انا ما اصعدش. انا اخر 4 نهائيات وصلت 3 نهائي يا جدعان، يعني واخد 3 نهائي ورا بعض، منهم واخد بطولتين ورا بعض، واخد 4 نهائي. واحسب من 2017 و2016 انا واصل كام نهائي، يعني كل بطوله نهائي قبل نهائي. فما تدورش عليا عشان اصعد من دور مجموعات حصلت بس دروب في المستوى شويه، وده وارد في جميع الفرق ان انت تقول لي مش عارف ايه. لا، ده انا ملك القاره وبابا الشغلانه دي بتاعتي انا مش بتاعت حد. فاحنا الاهلي مش فرحانين بالصعود على قد ما فرحانين ان الهلال السوداني فكر انه يحط راسه براسي. يا حبيبي كنت تسال الهلال السعودي قدك 10 15 مره، ولما حط راسه براس الاهلي خد 4 وهو واقف. فزي بعضه. انا كنت حابب اقول الكلمتين دول عشان بس الناس اللي تقول انت بتفرح بالصعود وكده. لا، ثانيا مجموعه التكتيكات والحاجات اللي حصلت في الماتش هيبقى لها استفاضه لوحديها، ان كان في شغل كتير. بس انا هقول لك النهارده الحوار كله في بستيفه صغيره، الحوار كله في الخلاصه. النهارده الاهلي لعب 4-2-3-1 عشان يمسك كوره. كان حاول يعتمد على مهارات عبد القادر مع اختراقات بيرسي تاو مع امكانيات كهربا في اللعب على الارض، عشان هو عارف اللي انا اتكلمت فيه في اول المعركه ان العرضيات العاليه مش بتاعتنا، المدافعين هناك طوال وكل الكور العاليه بياخدوها. ولكن الاهلي اشتغل على الارض كويس. ثانيا نزول حسين الشحات، هو ما بداش بحسين الشحات ليه حلاوه من الاول. حسين الشحات لسه راجع من اصابه، ما لعبش غير 10 دقائق في ماتش القطن، ما لعبش من بعديهم تاني، رجله ما كانتش في الملعب مع عامل وفاه والده الله يرحمه. تمام، كله ده مأثر على حسين وعلى نفسيه حسين. خاف ينزل من اول الماتش كوره في الثانيه ما تمشيش والماتش متقفل يتحرق منه حسين، فبدأ بعبد القادر عشان كده. ولكن لما الماتش فتح معاه بهدف وبقى مطمن نزل حسين عشان عارف ان في مساحات ورا، واللي حسبه لقى حسين الكرة على الارض حلو، اختراقات من بين اللعيبه حلو، بيخش في العمق كويس. الجون الثاني بيرسيتاو اول ما فتح عبد القادر ما كانش بيخش في العمق خالص، عبد القادر ماسك الطرف وواقف، حسين دخل في العمق بقى راس حربه، حط الثاني. الثالث بسم الله ما شاء الله رؤيه جميله من مروان حطها له بليسنج، هو برده رؤيه جميله انه ينزل على الارض، وهي دي حته حسين التيك على جون تيك جون على طول. فده بالنسبه لي انا حسين كان نجم الماتش النهارده. والاهلي زي ما اتكلمت ما بداش بحمدي فتحي، حمدي لسه بعيد برضه، حمدي عنده دروب في المستوى جامد، حتى في المنتخب ما بيلعبش كتير، نزل 5 دقائق في 10 دقائق ما بيلعبش كتير. كويس ان حمدي لسه عاوز يرجع مستواه. وديانج الماتش بتاع النهارده ما كانش ينفع فيه ديانج لعدم الميس باص الكويس لديانج، ديانج بيخسر ميس باص كتير، فعمل خساره الميس باص في نص الملعب كانت هتسيطر علينا وكانت هتدخلنا في اجواء. فالنهارده كولر راهن على نص الملعب ده، ونص الملعب ده اجاد. كولر النهارده قرا الماتش قرايه ممتازه، رامي ربيعه النهارده فوق الممتاز، ولكن في بعض التحفظات على محمد هاني، يعني بيعمل ماتش ما تعرفش شويه حلو وشويه وحش، شويه حلو وشويه وحش. انا ممكن محمد هاني التمس له العذر انه لعب ماتشين ملاوي هنا وهناك، وعامل الارهاق وعامل السفر والقصه دي كلها، ولعب 90 دقيقه هنا ولعب 90 دقيقه هناك، عشان ما فيش باك يمين في مصر غير محمد هاني دلوقتي المتاح بعد اصابات كل الباكات اليمين. يعني سبحان الله خلص على باكات يمين مصر كلها، خلص على اكرم وعلى عمر كمال عبد الواحد، جميع الباكات اليمين بتلعب في مصر خلص عليها. مش عارف هو ده جدم وصلب ولا هو ده محظوظ ولا ما داعيين له ولا ايه. واسف على الاطاله، وكل سنه وانتم طيبين، ومبروك يا اهلي، ودايما مفرحنا يا اهلي، وكل سنه وانتم طيبين تاني مره. ولنا لقاء باذن الله في ذهاب واياب قبل نهائي، في ذهاب واياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا، واستناكم في لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.